خامس يوم على اختفاء المواطن المصري عبد الجواد محمد السهلمي. يا وزير الداخلية، يا وزير داخلية مصر، يا بلطجي يا إرهابي. وقابله أمين الشرطة اللي قتل السياح الصهاينة في عمود السواري. راح فين هو كمان؟ انت بتعرض نفسك للمساءلة القانونية، وطبعا مش في الزريبة اللي انت بتحكمها، لا انت بتعرض نفسك للمساءلة القضائية في الجنائية الدولية. انتوا خاطفين الشعب وبتعذبوه. التعذيب والإخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم. فين المواطن عبد الجواد محمد السهلمي؟ فين أمين الشرطة اللي قتل السياح الصهاينة؟ فين يا صهاينة؟ فين يا وزير داخلية تل أبيب؟ يا وزير داخلية تل أبيب، يا مجرمين، يا حسالة مصر، يا زبالة برئاسة الصهيوني سيسنياهو صبي نتنياهو ابن بائعة الهوى. لو عبد الجواد محمد السهلمي وأمين الشرطة اللي قبليه اللي انتوا خدتوه أخفتوه من ساعة ما قتل الصهاينة وما تعرضش لأي محاكمة، أي حد فيهم صابهم أي حاجة، احنا مش هنسكت وهنعمل لكم أكبر فضيحة. انتوا خاطفين الشعب، خاطفين الشعب كله، وفاكرين اللي بره هيسكتوا؟ لو حتى اللي بره كلهم سكتوا أنا مش هسكت، ولو حتى هيكلفني حياتي مش هسكت. وولاد عبد الجواد السهلمي أبوكوا بطل، أبوكوا بطل، ما حبش إن هو يوطي الظالم ولا حب إن هو يكون شبشب زي بقية أفراد الداخلية في رجل ظالم. افتخروا بأبوكوا، أبوكوا بطل، أبوكوا بطل. ربنا يفك أسرك يا رب يا عبد الجواد يا بطل مصر.